يموت الزمار وصوابعه بتلعب. ده مثل شعبي اتقال زمان. تمام. المثل ده ينطبق على مين؟ ينطبق على الناس اللي موجودة داخل نادي الزمالك. داخل نادي الزمالك من 3 4 ايام طلع علينا مرتضى منصور قدام اتحاد الكرة المصري، وقال قدام الشعب المصري كله في فيديو صريح وعلني وواضح على منصة السوشيال ميديا بتاعته الفيسبوك، لان عقبال امالكم كلكم مرتضى منصور دلوقتي بقى يوتيوبر كبير. فمستشار مرتضى منصور قال ان هو ملوش علاقة بنادي الزمالك، وان العلاقة اللي كانت بتربطه بنادي الزمالك فهو خلاص تنازل عنها وتنحى عنها تماما. والصحيح ان مرتضى منصور برضو تم عزله من القضاء المصري، ولكن تم يعني ان هو اتحط في منصب رئيس الاشتراكات في نادي الزمالك، وخد كامل الصلاحيات من داخل الاعضاء المجلس ان هو يتحكم في كل كبيرة وصغيرة داخل المجلس. وخلاص كله قال ان الموضوع انتهى، وان مرتضى منصور خلاص رضي بالامر الواقع، وان هو طلع من الزمالك للابد. وكل السوشيال ميديا والناس كلها في السوشيال ميديا اتكلمت وقالت، وكان في كلام ان هيحصل استقالات كتيرة لاعضاء المجلس. واللهم لك الحمد ما كتبتش حتى الان بوست يوحد ربنا عن رحيل مرتضى منصور، الا ان انا اتمنى ان هو فعلا يصدق في كلامه، وده ما حصلش. بالتالي مرتضى منصور النهارده عمل اجتماع لأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك. بناء على ايه الاجتماع ده؟ حتى الآن أنا معرفش هو بناء على ايه. بعد ما طلع في منصة السوشيال ميديا بتاعته قال لك ان هو متنازل ومتنحي عن رئاسة الزمالك، وهيرجع بقى ان هو يكون مشجع درجة ثالثة، وده اللي انا اشك فيه اساسا من البداية. ولكن كل الناس مشيت وراه وقالت لك لعل وعسى بقى ده في كلام من الجهات العليا ان مرتضى منصور خلاص دوره خلص في نادي الزمالك، فبالتالي هيعود لمنصات التشجيع الا وهي المدرجات، او ان هو يقعد يتفرج قدام التلفزيون وملوش دعوه بالنادي. ولكن ده ما حصلش. و يعني عمل اجتماع لمجلس إدارة نادي الزمالك اللي احنا عاوزين نعرف قراراته او هم عملوا ايه من ساعة ما جم. ما حصلش. كل الامر الناهي هو مرتضى منصور. فحقيقة الامر انا بقولها لكم، وانا بكون مسؤول عن كل حاجة بكتبها على صفحتي الشخصية في ملعب الخولي، ان مرتضى منصور انا اقول لكم هيمشي امتى بالمختصر المفيد. مرتضى منصور المرة الوحيدة اللي هيصدق فيها ان هو يمشي من داخل نادي الزمالك ان يتم انتخابات يوم 31/10 زي ما هم ما قالوا، وان اي حد من الناس اللي تنجح من اللي تنزل تنجح لرئاسة نادي الزمالك، وساعتها يكون في رئيس نادي غير مرتضى منصور. حتى هذه اللحظة او حتى تلك اللحظة اللي كل الناس منتظراها مرتضى منصور باقي في نادي الزمالك، شئنا او ابينا فهو باقي في نادي الزمالك، الا ان الجهات العليا يعني ترضى على نادي الزمالك كنادي من انديه الدوله، وتشوف المصلحه العامه لنادي الزمالك فين وتمشي يعني. ربنا يكرمنا ويخلصنا على خير من كل اللي بيحصل داخل نادي الزمالك، ويا رب نشوف الزمالك في احسن حال. سلام.